ازيكم يا اصدقائي؟ قبل ما نكمل حكايتنا، يا ريت اللي اول مره يشرفني في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصله كل جديد من حكاياتي. وكالعاده هنتظر منكم اللايك على الفيديو والكومنت الجميل اللي شبه قلوبكم. يلا بينا نكمل حكايتنا. استنيتها مره عن عمد في وقت خروجها، وندهت عليها وعرضت عليها ان اوصلها تاني. المره دي هي قبلت من غير تردد ودخلت العربيه، وبدات اتكلم واسالها. قلت لها: مبروك على الجواز، انا اول مره اشوف الدبله في ايدك. انخطبت امتى اصلا؟ واسف اني بتدخل في حياتك الخاصه. سكت وانا بعاتب نفسي على تسرعي في الكلام. ايه اللي انا قلته ده؟ زمانها هتقول اني كنت براقبها واستنيت انها ترد عليا بكلام زي وانت ايه دخلك في حياتي، بتهزقني مثلا. لكنها خلفت توقعي. لقيتها بصت لي وضحكت. صوت ضحكتها كان يحرك مشاعر الحجر. كنت عايزة اقول لها كده كتير عليا بجد، ارحميني. لقيتها بترد عليا وتقول: انا طوب الارض في الشركة سألني نفس السؤال ده، ما كانش ناقص غيرك انت اللي تسألني. شوف يا سيدي، انا هحكي لك حكايتي باختصار. انا متجوزة من 2 سنين، متجوزة ابن عمي الاكبر مني ب9 سنين. بحكم اني يتيمة اب وام، وعمي هو اللي رباني، قرر انه يجوزني لابنه وانا عندي 18 سنة. هو دبلوم وانا كنت لسه واخده الثانويه العامه. ما قدرتش اخالف راي عمي، خصوصا انه كان هو اللي بيصرف عليا. فزي ما بيقولوا كده عندنا كسر عيني. بعد بفتره قليله قوي، حاجتين 2 حصلوا، تقدر تقول صدمتين. عمي مات، وجوزي بعد الوفاه ب2 شهور عرف يجيب عقد عمل في السعوديه، وكان عايز ياخدني معاه وسيبني خالص من حكايه التعليم وفكره اني اخد شهاده جامعيه. والست في الاخر ملهاش الا جوزها وبيتها زي ما قال لي يوميها. لكن انا رفضت، وكبر بينا الخلاف وطلبت الطلاق، ورحت اسكن في بيت بابا الله يرحمه اللي كان مقفول من بعد وفاته هو وماما. هو سافر وسابني معلقه كده لحد ما اعقل على حد كلامه واعرف ان مصلحتي معاه هو وبس. وعلشان يضغط عليا كان بيبعت لي مصروف يدوب بيكفيني اكل وشرب بالعافيه، فكان لازم اعتمد على نفسي وانزل اشتغل علشان اقدر اجيب مصاريف تعليمي واخد الشهاده اللي نفسي فيها. خلعت الدبله اللي كنت بشوفها بتمثل لي طوق بيخنق كل احلامي. سكتت لحظه وكملت. ولما لاحظت ان زمايلي واغلب الناس اللي في الشركه مستغربين اني مش لابسه الدبله في ايدي مع اني متجوزه، وسؤالهم الفضولي عن السبب، قلت لهم اول حاجه جت على بالي ان صباعي كان بيوجعني، فقلعتها شويه ورجعت البسها تاني دلوقتي مكرهه علشان اسكتهم وابعد عن وجع الدماغ. سالتها: والشركه ازاي رضيوا يعينوكي من غير مؤهل عالي؟ حركت راسها خارج العربيه، بصت لبعيد كده وقالت: شغلانتنا دي مش ضروري فيها المؤهل العالي، في مؤهلات تانية كتير بتغني عنها. وفي اللحظه دي كانت بتبص لي تاني، كان في عينيها نظره غريبه ما قدرتش افسر معناها. وكملت: بكره اكمل تعليمي واخد المؤهل واحطه من ضمن اوراق العمل عادي يعني. رجعت اسالها وقلت لها: طب وجوزك ما حاولتيش تتكلمي معاه وتوصلي معاه لحل وسط؟ ردت عليا وقالت: حاولت طبعا، لكنه رافض اي كلام غير اللي في دماغه، اني اسيبني خالص من حكايه التعليم واسافر معاه. الكلام اخدنا طول الطريق لحد ما لقيتني قدام باب العماره اللي هي ساكنه فيها. وقفت العربيه وقلت لها: يشرفني نبقى اصدقاء، ومدت لها ايدي اسلم عليها سلام، بدايه صداقه جديده بينا. مدت ايديها هي كمان وسلمت عليا وقالت لي: اكيد طبعا اصدقاء. قلت لها: طيب والاصدقاء مش المفروض يعرفوا ارقام بعض ولا انت ايه رايك؟ ضحكت تاني وملتني رقمها. عدت الايام وبقينا نعرف كل حاجه عن بعض، ايه اللي بنحبه وايه اللي بنكرهه، والصداقه بينا فعلا توطدت. حكيت لها كل حاجه عن حياتي وعن ظروفي. كنت بستناها على ناصية الشارع بتاع الشركه كل يوم علشان ملفتش نظر حد لينا، وهي كانت تركب معايا نلف شويه بالعربيه، واوقات كنا بنتغدى مع بعض ووصلها قدام بيتها وامشي. وفي يوم لقيتها غابت من غير ما تعرفني قبلها ولا حتى اتصلت عليا. قلقت قوي، وخصوصا اننا متعودين نتصل على بعض كل يوم، لكن في اليوم ده لا راحت الشغل ولا اتصلت عليا. اتصلت عليها مرتين، ما ردتش في المرتين، زاد قلقي. حاولت مرة تالتة، ردت عليا
وعرفت انها تعبانة قوي. صوتها كان واضح عليه. ردت عليا وكان صوتها واضح عليه التعب جامد. قلت لها انا هجيلك البيت حالا، لكنها رفضت، بس من التعب ما قدرتش تقاوح كتير، وقلت لها بحزم انا جاي يعني جاي. وبعد لحظات كنت عندها قدام البيت. رنيت جرس الباب واستنيت 5 دقايق تقريبا على ما فتحت. كان منظرها صعب جدا. عيونها كانت حمرا وبتكح ومش قادرة تقف على رجليها. سندتها وقعدتها على أقرب كرسي لينا، وسألتها لو عندها دواء معين بتاخده. قالت أيوة، وقالت لي كمان هي حطاه فين. دخلت جبته واديته لها، ودخلت المطبخ وعملت لها مشروب ساخن. كنت بتحرك على طبيعتي كأني في بيتي، مش في بيت حد غريب عليا أول مرة أدخله. طلبت منها مفتاح الشقة علشان أنزل أشتري لها شوية طلبات وأرجع تاني، لأني مش عايزة أعذبها تقوم تفتح الباب وهي تعبانة بالشكل ده. أخدت منها المفتاح ونزلت، وحاجة جوايا ألحت عليا إن أعمل نسخة من المفتاح. المهم جبت الأكل وجبت الطلبات اللي هي عايزاها، وبعد كده سندتها تاني لحد أوضتها علشان تستريح، وعدتها إني هرجع لها بالليل أطمن عليها. وبعد لحظات صغيرة كانت في سابع نومة. وقتها بصيت عليها شوية ومديت إيدي ناحيتها وعدلت البطانية فوقيها، وخرجت بشويش برا الأوضة علشان ما أقلقهاش، وخرجت من الشقة. وفعلا الساعة 8 مساء كنت عندها. رنيت الجرس واستنيت شوية. فتحت الباب لكن كانت لسه تعبانة طبعا. ما طولتش عليها، اطمنت عليها ونزلت تاني، بس مش قبل ما اتأكد انها اخدت الدواء. مر كام يوم واستعادت صحتها، وبدأنا مرحلة جديدة في علاقتنا. بقينا اغلب الوقت عندها في الشقة. كل اللي بنعمله بنتغدى سوا ونقعد نتكلم، مش بيحصل حاجة بينا. وفي مرة من المرات دي اعترفت لها اني حبيتها من اول مرة شفتها، والحب ده غصب عني مش بايدي. لقيتها ابتسمت وقالت انا عارفة ان انت بتحبني، وانها كمان بتحس ناحيتي بالحب ده رغم انها متجوزة، لكن برضه غصب عنها حبتني. وقتها من الفرحة معرفتش انا بعمل ايه. اخدتها في حضني، وهي صراحة ما قاومتش ولا ظهر عليها اي احساس بالضيق، بالعكس كانت فرحانة يمكن اكتر من فرحتي. كان احساسنا فوق الرائع وقتها. اللي عايز يعرف ايه اللي حصل بين عمر وشهد يتابع الجزء الثالث من الحكاية، وما تنسوش تعملوا لايك. واللي لسه مشتركش في القناة لحد دلوقتي مستني ايه؟ يلا اشترك وفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد من حكاياتي. مع السلامة.